السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء من قناة كيك اند ستيك. هنعمل بقى النهاردة حاجة كده لذيذة قوي والناس كلها بتحبها تقريبا يعني، وبصراحة لازم تجربوها. هنعمل الفوتوشيني بصدور الفراخ. تمام كده، احنا هنا حاطين مية وحاطين فيها ورق لوري. وهنا بقى دي اما تغلي هنحط فيها صدور الفراخ. هنا دي بسلة متفصصة او متفرزة، حطيناها في مية وهتغلي لحد ما تستوي عليها ورق لوري. وهنا المية الاولانية اللي احنا حطيناها وفيها ورق لوري حطينا فيها دي صدور فراخ مقطعينها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها لحد ما تستوى خالص معايا الصدور، وهنبدأ نشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. وحطينا كده فيها بصلة وغطينا بقى على البسلة والفراخ. وهنشوف بقى هنا البسلة لقيناها لسه خلاص استوت، فطفينا عليها وصفيناها وشطفناها كويس، يعني غسلناها بالمية. والفراخ كانت لسه تمام كده. هنا بقى هنعمل مع بعض لحمة مفرومة، او احنا هنعمل اللي هي اللهم صل على النبي. قولوا معايا يا جماعة. الجلاش اللي هو الرول. حطينا زيت وسمنة، واللي هي القطع اللي كانت دي ليا ممكن تستغنوا عنها، بس بصراحة بتبقى حلوة قوي. ودول بصلتين وسط كده مقطعهم في الكبة، حطيناهم كده عليه. وما تبدأ تصفر هنحط عليها اللحمة المفرومة. تمام كده. حطيت الاول ملح. هي دي اختي الكبيرة ربنا يديها الصحة، والفيديو النهاردة هي اللي عاملة كل حاجة، ربنا يعينها يا رب ويديها الصحة. قولها بقى في الكومنتات تسلم ايديها، لان كان الاكل تحفة بصراحة. وحطت هنا فلفل اسود. وهتسيب بقى هنا بنشوف الفراخ لقيتها بنسيبها لحد ما تستوى سوا كامل. تمام كده. هنا بقى لحد ما البصلة تبدأ تصفر، يعني مش عايزاها تبقى غامقة، لا انا عايزينها تبقى صفرة. تمام كده. هنحط بقى لحمة مفرومة، طبعا الكمية على حسب العدد يعني اللي بياكلوا. بألف هنا يا رب. هنا هتحط برضو فلفل اسود على اللحمة. تمام. اللي هي التعصيجة العادية. وحطت جوز الطيب. تمام كده. لما بدأت اللحمة لونها يتغير حطت فلفل الوان وفلفل اخضر مقطعينهم شرايح كده او جوليان. تمام كده. وهتقلبهم فيها تقلبتين. عايزين بس الفلفل يدبل معايا. وهتحط بقى اللي هي البسلة والجزر اللي استووا. تمام كده. دي خلطة حلوة قوي للسمبوسة والجلاش، جربوها تعجبكم. طبعا الملح على حسب الرغبة. لا جربوا الحشوة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. تمام كده. هي كل حاجة مستوية معايا، بس احنا عايزين بس الفلفل يدبل معايا. وهنا ممكن تفرزوها، يعني احنا دي كانت عندنا حشوة متفرزة فحطيناها عليها. طبعا لما عملنا الخلطة الاولانية وتمام حطينا عليها الخلطة التانية تسخن بس معاها. تمام. يعني انتوا ممكن تعملوا الخلطة دي وتفرزوها وتطلعوها على قد بقى الحشو، جلاش، سمبوسة، فهتسهل عليكم يعني. تمام كده. هو ما شاء الله بألف هنا يا رب. كانت الكمية كبيرة، طبعا انتوا بقى اعملوا الكمية براحتكم وظبطوا الملح على حسب الرغبة. هنا بقى هتفضيها في طبق عشان تهدى بس معايا، عشان نقدر نحشيها يعني ما تهريش الجلاش، لان انتوا عارفين الجلاش بيبقى طري. وهتحط عليها بقى جبنات. دي اختياري، ممكن تستغنوا عنها، بس هي بصراحة بتديها طعم حلو قوي. ده ميكس جبنات كده، ممكن تحطوا موتزاريلا، ممكن تحطوا شيدر بس، رومي بس، مبشور، براحتكم. ممكن تستغنوا عن الجبنات خالص برضو براحتكم. هتقلبها فيها كده لحد ما الجبنات تختلط مع اللحمة يعني والبسلة. وهنا هي كده جاهزة للحشو. تمام. هنعمل بقى هنا دي المكرونة. طبعا المكرونة اللي انتوا حابينها نسلقها بالطريقة العادية سوا كامل. وهنا الفراخ استوت وتمام وغسلناها وحطيناها تتصفى. هنعمل بقى مع بعض طريقة الفراخ اللي هي الحشوة بقى بتاعة المكرونة. هنا حطيت زيت وسمنة.
تمام. بصراحة الاكلة حلوة قوي وجميلة قوي، هتعجبكم قوي. انا عملتها قبل كده معاكم بالنقانق. هنا حطت توم. هي بقى مش عايزة التوم يصفر خالص، لا هو هيدبل، بس هيدبل في الزيت والسمنة. طبعا المادة الدهنية براحتكم، ممكن زيت بس، سمنة بس، براحتكم. تمام كده. هي التومة مش هتصفر، هي هتدبل بس. تمام. اول بقى ما تدبل معانا هنحط الفراخ. تمام كده. الفراخ استوت سوا كامل يا جماعة، والمكرونة عايزاها سوا كامل. هنا برضو لما حطينا كده قلبنا الفراخ في التومة تقلبتين، حطينا فلفل الوان، وهتحط فلفل اسود. تمام كده. وطبعا الملح على حسب الرغبة، ودي بابريكا. البهارات بقى اللي انتوا بتحبوها، وهتحطوا بهارات فراخ وجوز الطيب. البهارات اللي انتوا بتحبوها على الفراخ حطوها. يعني انا كمان، يعني انا بقول لها كل شيخ وليه طريقه. انا بحط كمان عليها، يعني انا لما بعملها انا بحط عليها زعتر. هي ما حبتش تحط الزعتر، فانا بقول لها وكل شيخ وليه طريقه. فلو انتوا بتحبوا حاجه على الفراخ، يعني بهارات معينه حطوها، هتدي طعم حلو قوي. وطبعا الاكله دي فظيعه. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده. ماما ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ويخليها لينا هي وبابا. هتعمل لنا بقى ايه، هتلف لنا الجلاش. هنا ورقتين جلاش وحطت عليهم سمنه، وهتبدا تحط الخلطه كده على مش على الطرف قوي، يعني عشان احنا هنلفها رول. تمام. طبعا كميه زي ما انتوا حابين. تمام كده. هتحطها زي ما انتوا شايفين، وهتبدأ تلفها رول. سهلة جدا بصراحة، وعجبت الولاد قوي قوي وحبوها قوي. والحشوة ما شاء الله، يعني ما شاء الله كانت جميلة. هو المفروض يتلف، لو تعرفوا تلفوه رول ارفع من كده كمان ماشي. هنا بقى عملنا الصينية، طبعا ما شاء الله كنا عاملين 3 صواني. فهنا ده التشريبة بقى بتاعت الجلاش. ده لبن، يعني كوباية لبن وعليها بيضة، وهنحط الملح، خلي بالكم بس من الملح، وهنحط فلفل اسود وايه كمان، وبيكنج باودر، عشان دي ما تصورتش. حبه كده بيكنج باودر بتديها هشاشه وحلوه قوي، او ممكن نشا، بس انا بصراحه ما جربتش النشا قبل كده. بس هو انا شفت ناس يعني بتعملها بالنشا، بس البيكنج باودر حلو قوي في الجلاش، بتديها هشاشه حلوه قوي. هنحطها بقى، هتقطعها الاول صوابع كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الحجم اللي انتوا حابينه. ولو عايزينه بقى تعملوه جلاش عاديه، صينيه عاديه اللي هي رقات، وتحطوا الحشوه في النص، وتحطوا الرقات التانية برضو براحتكم. اصلا اساس الحشوه جميله جدا، لازم تجربوها بجد على ضمانتي. لا حلوه قوي قوي قوي، ومع السمبوسه تحفه. تمام كده. هتقطعها بقى، ده الحجم اللي احنا عملناه، يعني طبعا براحتكم. هنا بقى هتحطها، وهنحطها طبعا في الفرن، ولما تتحمر خالص يبقى هي كده ايه تمام معانا. هنا بقى هنعمل البشاميل. هو المفروض 6 معالق زيت او سمنة، او سمنة وزيت ودقيق، يعني على قد ما انتوا هتعملوا الدقيق هتعملوا الزيت او السمنة. تمام. فاحنا عملنا بقى ايه خليط بين الزيت والسمنة، يعني هنقول 3 معالق زيت و3 معالق سمنة، وعليهم يعني هيبقوا 6 معالق، هيبقى عليهم 6 معالق. هي حطت 6 معالق ونص دقيق. تمام كده. بس هنفضل بقى هتقلب في الدقيق لحد ما لونه ريحته يطلع كده ويستوى. هتبدأ تحط عليه اللبن. تمام. بس لازم تحطوا على البشاميل يا جماعة مية مكرونة، بتوديها في حتة تانية خالص. يعني ما تخلوهوش لبن بس، لا حطوا عليه مية مكرونة. انا كنت الاول بعملها باللبن بس، وبعد كده اما بدأت احط عليها كمان مع اللبن مية مكرونة، لا بصراحة تحفة، جميلة قوي قوي قوي. وتحسيها كده ان هي طعمها مميز، يعني تحسي ان فيها طعم حلو. تمام. هنحط بقى هنا ده لبن بودر، ممكن تستغنوا عنه براحتكم.
تمام كده. حطت بقى طبعا ما شاء الله عشان هي كمية، فهتحط بقى كمية محترمة. هنا بقى هتزود طبعا، نفضل بقى نزود لحد ما نوصل للقوام، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، لان احنا مش هنعملها صينية. انتوا هتشوفوا دلوقتي هنعملها ازاي. تمام كده معايا. طبعا بتقلب كويس قوي عشان ما يبقاش فيه تكتلات في البشاميل. تمام. تبدأ بقى تحط البهارات بتاعتها. هي هنا حطت مرقة دجاج، انا ما بستخدمش مرقة الدجاج بس حلوة. انا ان شاء الله ما اعمل بشاميل تاني هعملها بمرقة دجاج، فحلوة يعني، ما لا طعمها حلو. هتحط فلفل اسود، طبعا كل ده على حسب الرغبة يا جماعة، على حسب ما انتوا بتحبوا الطعم والملح طبعا، وجوز الطيب. طبعا كل ده اختياري، هو اساس البشاميل ملح وفلفل وشكرا. تمام، ملح وفلفل وشكرا. كل الزيادة ده من عندكم. هنا بقى هتحط، هي خلاص كده وصلت للقوام اللي هي عايزاه. هتبدأ تحط الجبنات برضو، دي اختياري لو انتم مش عايزين تحطوها، بس بصراحة بتديها طعم حلو قوي. دي موتزاريلا، وهتحط ميكس جبن، ممكن شيدر، ممكن رومي، ممكن انا بحط نستو. كل ما تحطي الجبنات بتبقى احلى بصراحة، وبتديها قوام كده وشموخ كده. بس هي كده بقت جاهزة معانا وتمام قوي قوي. هنحط بقى جبنة حلة، ده وقت الغرف يعني، وقت ما خلاص هناكل احنا جهزنا كل حاجة لوحدها، ووقت ما هناكل حطينا كل حاجة على بعضها، المكرونة والفراخ والبشاميل، ونبدأ نغرف في اطباق. هنشوف مع بعض دلوقتي الاطباق. تمام كده. هي حطينا كله عشان ما شاء الله اللهم بارك كمية، حطينا في حلة، وزي ما انتم شايفين غرفنا في الاطباق. ده كان فيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيف عليكم وقدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة. متنسوش تشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.